واخيرا وحش جوجل انطلق. الاسبوع اللي فات شركه جوجل اعلنت عن اداه من ضمن ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هتخرب الدنيا حرفيا، وهي لومير. كلنا عارفين دلوقتي ان الشركات بتتنافس عشان موضوع الذكاء الاصطناعي دوت، كل شركه بتعمل موضوع عشان تطلع او تكسب من ورا الموضوع دوت. ولكن الاداه ديت من رايي الشخصي انها هتنافس شركه ادوبي بسبب الجوده والكواليتي اللي اتعملت في الاداه دي. اداه محترمه جدا جدا، ولو احنا جربناها هنعمل حاجات جامده جدا بيها. فتعال اقول لك ايه هو لومير وازاي تستفاد منه اقصى استفاده ممكنه. فصلي بينا كده على حبك النبي ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتكلمت، شركة جوجل اعلنت الاسبوع اللي فات عن أداة من أهم أدوات الذكاء الاصطناعي اللي اتعملت في وقتنا الحالي، وهي لومير. ودي عبارة عن أداة تقدر تعمل بيها فيديو محترم جدا مدته 5 ثواني، ومن خلالها برضك تقدر تحول النص لفيديو أو الصورة لفيديو وبجودة وكواليتي محترمه جدا. جوجل بتقول ان لومير دوت اتعمل او معمول عن طريق بنيه اسمها سبيس تايم يونت. والبنيه دي باختصار شديد بتعمل لك ايه؟ دي بتفسر لك ازاي الحركه بتحصل في الفيديو بتاع الذكاء الاصطناعي. والبنيه دي بتساعد لومير في انها مثلا تعمل لك الفيديوهات والصور بشكل واقعي. انت عن نفسك لو شفت الصور والفيديوهات هتقول لا استحاله دي ذكاء اصطناعي، لكن هي فعلا معموله بلومير. وانا لو شفتها هقول ده شخص او متصوره على الطبيعه. ولكن لومير متميز في الحته دي. اللي بيميز لومير عن اي موقع تاني وهي حته الحركه اللي بتحصل في الفيديو ده. ازاي دي؟ قالك والله ان لومير دوت بيعمل الحاجه بعمليه واحده او بروسيس واحده. ازاي؟ هفهمك. معظم ادوات الذكاء الاصطناعي اللي انا شرحتها في القناه هنا زي ديمو اي اي، فهو ماشي بنمط معين. ايه هو؟ انا لما ارفع له فيديو اي ذكاء اصطناعي بيروح مجمع الفريمات الثابته بتاعت الفيديو عشان يجمع لك فيديو ويكون بنفس الجوده او يوصلك لاحسن فيديو انت عايز توصل له. لكن لومير مش بيعمل كده. يعني المواقع دي ممكن تجمع لك البيكسلز الثابته عشان يعمل لك صور، يجمع لك الفريمات الثابته عشان يبني لك فيديو محترم يكون كويس الى حد ما. لكن لومير مش بيعمل كده، ولا بيجمع ولا ده بيعمل لك ده كله في بروسيس واحده او في عمليه واحده. بس للاسف الموقع ده مش متاح او مش تقدر تستخدمه او مش تختبره ايا كان، لكن تقدر تدخل عليه وتشوف التصاميم اللي هو يقدر يعملها وتشوف بنفسك هو شغال، لكن مش تقدر تعمل بيه اي حاجه. لكن قريبا ان شاء الله هيتنشر وهيصبح يعني مفتوح لكل الناس يعني وتقدر تستخدمه. احنا منتظرينه بفارغ الصبر لانه هيساعد ناس كتير جدا في شغلها، لانه هو مهم جدا وانا متحمس جدا لما يتفتح الموقع ده هستخدمه كتير جدا يعني. بس كده، ده كان فكره الفيديو دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت ولو بمعلومه واحده. في رعاية الله.